ما فراسكمش الاخوان باللي فايت لينا تكلمنا مع الله عز وجل وقال لنا واحد الحاجه اللي ما كنعقلوش عليها وما كنتذكروش داك الموقف اللي فاش شفنا فيه الله عز وجل. يا الاخوان الله عز وجل تكلم معنا وحنا باقي ما جينا حتى الثانيه، والسؤال اللي مطروح هادشي كله علاش ما كنتذكروش وما كنا حتى شي حاجه الاخوان. والله عز وجل هضر معنا كاملين كلنا كحلين بيضين اللي مريض ماشي اللي مريض، وانما هضر معنا كلنا كانوا حتى الانبياء تماك. والامر العجيب الاخوان هو كان بين عينينا علامه، فكيفاش ما عقلناش على هذه اللحظه هذه العظيمه. اول واحد الاخوان خلقوا الله عز وجل هو ابونا ادم عليه السلام، وخلقوا نهار الجمعه ونفخ ليه من الروح ديالو عز وجل، وغير مسح ليه على ظهره ويتخرج الذريه ديالته كامله الى قيام الساعه. فهاد اللحظه الاخوان عرفنا بان الله عز وجل هو ربي وربك ورب العالمين. وكيقول الله عز وجل: واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم. الله عز وجل هضر معنا وقال لنا: الست بربكم؟ وقلنا كامل وبصوت واحد: بلى شهدنا. وقال لنا فهاد اللحظه هادي: اسمع أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أتهلكنا بما فعل المبطلون. وهاد الهضرة الإخوان ما عقلوش عليها أو ما عقلناش عليها حنايا أو ما عقلوش عليها بني آدم كاملين، ولكن من غادي نموتوا غادي نتفكروا هذا الشيء العجيب وهذا الشيء العجيب، وغادي يكون علينا حجة في يوم القيامة. والله عز وجل قال لنا: راه غادي نرسل لكم انبياء وكتب باش تزيدوا تعبدوني. وبهذا الموقف هذا الله عز وجل كيأمر ادم عليه السلام باش انه يرفع راسه. ادم عليه السلام رفع راسه وبدا كيشوف الغني والفقير، الاسمر والابيض، المريض والصحيح واي واحد. هنا ادم عليه السلام سول الله قال له: علاش ما تخلقهم كاملين سواسيه؟ قال له: انما يا ادم احب ان اشكر. هنا ادم عليه السلام شاف واحد الراجل من الذريه ديالته اللي عنده واحد النور اللي ساطع بزاف. قال ادم عليه السلام الله عز وجل: من هذا يا ربي؟ قال له الله: هذا شخص من اخر الامم واسم ديالو داود عليه السلام، وهو نبي من انبياء ديالي. قال ادم عليه السلام المره الثانيه قال له: يا ربي كم عمره؟ قال له الله عز وجل: عمره 60 سنه. وهنا الاخوان ادم عليه السلام كان العمر ديالو 1000 سنه، يعني داكشي كاتبوا لهم الله. وهنا ادم عليه السلام كيقول الله عز وجل: يا ربي زده من عمري 40 سنه باش تولي عنده 100 سنه. وهنا الله عز وجل وافق وكتب لداود عمر جديد واللي ولا 100 سنه. كان عمره 60 سنه، زاد له ادم عليه السلام 40 ويتولي 100 سنه لداود عليه السلام. وابونا ادم عليه السلام بقات عنده 960 سنه. هنا ادم سكن الجنه، سكن ادم عليه السلام الجنه، وكان بوحدو في الجنه، وكان ناعس واحد شوي ويتبان لك واحد المراه دازت من حداه، ولا هاد المراه هادي واللي هي سميتها حواء. وخلقها الله عز وجل من ضلع ادم، وداك الضلع اللي من فوق قلب ديال ادم عليه السلام. دابا زكا ادم وحواء كاينين فين؟ كاينين في الجنه بوحدهم. وكاين معاهم واحد الشخص اخر واللي راكم غادي تعرفوه، واللي هو ابليس او الشيطان، سميوه اللي بتسميه. كان معصب الاخوان بزاف وكان كيفكر كيفاش انه يخرجهم من الجنه. الله عز وجل امر ادم وحواء انهم ياكلوا من جميع الاشياء اللي كاين ملذات اطيب الاشياء اللي كاينه في الجنه الا شجره واحده ما يقيسوهاش. هنا الشيطان حاول انه يتلبس او يسكن واحد الحيوان اللي كان من اجمل الحيوانات، ودابا ولا مسخ للجن. ولكن عارفين انتوما واللي هو الحيه او الثعبان. الثعبان الاخوان ما كانش بحال هكا اللي كنشوفه في الدنيا، كان في الجنه بواحد الشكل اخر، وكان عنده رجلين وزغب وريش وكان زوين. هنا منين تلبس به الشيطان ودخل معاه الجنه، الشيطان عرفتيه اش غادي يكون دار. الشيطان وسوس لآدم وحواء
هنا آدم وحواء رفضوا، ولكن حواء كانت أضعف من آدم، وكتقال إن إبليس هزم حواء، وهي تقول لآدم يلا ناكلوا منها، مالا يلا ناكلوا منها، ونهازم آدم حتى هو، وهما ياكلوا منها، ومع البلان مع الدقة منين كانوا منها وتكتشف العورات ديالهم بجوج، وهما بداو كيجريو باش يجدوا الأوراق ديال الأشجار باش أنهم يغطيو بها العورات ديالهم. وكيقول الله عز وجل وناداهما ربهما ألم أنهكما على تلك الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وأن الله عز وجل نزل آدم وحواء الأرض عقابا لهم، وهنا إبليس مسخو الله مسخا بشعا، وهذيك الحية أو الثعبان حتى هي مسخها الله وتولي بلا رجلين وبلا زغب وبلا ريش. هنا آدم عليه السلام هبط في الهند، وحواء عفوا هبطت في عرفة. هنا آدم عليه السلام بغى يتوب لله وخلاه الله يقول هذا الكلام هذا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا آدم عليه السلام كيقول الله يا ربي ألم تخلقني بيديك؟ قال الله عز وجل بلى. وقال له تاني آدم ونفخت في من روحك؟ قال لي الله عز وجل بلى. وقال له وكتبت لي أن أعملها؟ وقال لي الله عز وجل بلى. قال له تاني هل إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال لي الله عز وجل تاني بلى. هنا الإخوان ولاو عايشين في الأرض واحد المدة اللي كبيرة بزاف، هنا ولات عند آدم عليه السلام 960 سنة، وهنا الإخوان جا عنده واحد الراجل، وهذا الراجل هذا هو ملك الموت. هنا سولو آدم عليه السلام قال له من أنت؟ قال له ذاك الراجل أنا ملك الموت، جئت لكي أقبض روحك. قال لي آدم عليه السلام كيفاش باغي تقبض الروح ديالي وانا باقي العمر ديالي 1000 سنة، وباقي كاع ما كملت 1000 سنة باش تجي تقبض الروح ديالي كيفاش؟ الإخوان رد عليه ملك الموت قال ليه راك زدتها الابن ديالك داود عليه السلام. آدم بدا كيجحد قال ليه لا ما زدت شي واحد ما زدت لي العمر ديالي، وما كنتذكرش بأنني زدت لشي واحد من العمر ديالي شي حاجة، ما يمكنش لا. هنا كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم جحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنست ذريته، فخطئت ذريته. وأن الله عز وجل زاد 40 سنة، الله عز وجل زاد 40 سنة لآدم عليه السلام، زاد الإخوان 40 سنة في الدنيا حتى كمل 1000 سنة، وراكم عارفين اش طرا في الآخر. فهذا الإخوان هو الفيديو ديالنا أو الحلقة ديال اليوم، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. أنا إليت بس صانع محتوى ديني اللي كيخصني وكيخصك وكيخص جميع المسلمين، فالمكان ما يجيش عليكم جديد. انا مسافر دابا داكشي علاش قررت اني نصور هذه الحلقه هنايا في ايمليل اللي تقدروا تكونوا عارفينها عند الناس، عند جدي عفوا، داكشي علاش. فكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا خاصيه ديال الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد. معكم ياس باستير، نخليكم على خير، او نقول لكم نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.